ابريل 2012 غادي ترفع واحد الرايه جديده فوق المدينه ديال تيمبوكتو التاريخيه اللي كاينه في الشمال ديال مالي. مجموعه ديال المتمردين من الطوارق اللي هما ناس رحال غادي يخرجوا غادي يعلنوا على واحد الدوله جديده واللي سموها الازواد، وقالوا بان الشمال ديال مالي ولا دابا واحد البلاد بوحدها منفصله على مالي. هذا الشيء كان كيوقع في الوقت اللي الحكومه ديال مالي كانت طاحت بسبب انقلاب، والمتمردين قالوا بان اكثر من 50 عام ديال الحقره والسوء ديال التسيير والمعاناه اللي عاشها الشعب ديالهم هي اللي خلاتهم يعلنوا على هذه الدوله الجديده. لكن شكون هما هاد الطوارق بالضبط وعلاش باغيين الاستقلال وشنو علاقه ديال القذافي بهذا الشيء كامل اللي واقع دابا في الساحل؟ الطوارق هما واحد الشعب كبير شبه رحال لمده ديال القرون، وهما عايشين في المنطقه ديال الصحراء، وعرقيا هما من الامازيغ ديال شمال افريقيا وعندهم اللغه ديالهم بوحدهم. الطوارق متفرقين في بزاف ديال الدول، مثلا الدوله ديال النيجر واللي فيها اكبر عدد، يعني كندوز تقريبا على 2 المليون شخص، يعني حوالي 10 حتى ل 11% من السكان ديال النيجر كاملين. زائد كاينين باعداد كبيره في مالي، في الجزائر، في ليبيا، بوركينا فاسو، وحتى بعض البلدان الاخرين اللي كاينين في الصحراء. الطوارق شحال هذه كانوا كيتنقلوا بالجمال والماشيه ديالهم، وكيدوزوا من طرق ديال التجاره اللي كانت كتوصل افريقيا جنوب الصحراء بالبحر الابيض المتوسط. من ناحيه ديال الدين الطوارق هما مسلمين، لكن عندهم واحد الثقافه اللي عندها واحد الطابع خاص واللي متاثره بزاف بالحياه اللي كاينه في الصحراء وبالتاريخ ديالهم كتجار ومحاربين معروفين. الرجل الطريقي غالبا غادي تلقاه لابس واحد اللباس تقليدي، واشهر حاجه كاينه في اللباس ديالهم هو واحد الليتام زرق اللي الاسم ديالو كنظن هو تاغلموست اللي كيغطي به وجهه. هادشي علاش بزاف ديال الدول الغربيه كيسميو هاد الناس ب بلو بيبل اولا الناس الزرقين، حيت الصباغه ديال هاد اللتام اللي كيلبسوا كتلصق في الجلد ديال الوجه ديالهم، ومع الوقت الوجه كيبدا يبان زرق. المجتمع ديال الطوارق كيتعتبر واحد المجتمع اللي معقد شويه، حيت انهم مقسمين لعشائر وفئات قديمه بحال الحرفيين، المحاربين، الفقهاء وغيرهم. ثقافيا الطوارق معروفين بالموسيقى ديالهم وبالصناعه التقليديه ديال المعدن والجلد، وحتى في البراعه ديالهم في الصناعه ديال الخيام، حيت كيف ما قلنا هما رحال. وحتى بالنسبه للخط ديال الكتابه ديال اللغه ديالهم كيستعملوا التيفيناغ. لكن رغم هذا التراث الكبير اللي عندهم، الطوارق ديما كانوا كيحسوا براسهم بانهم مهمشين في الدول الحديثه اللي كاينه دابا، خصوصا كيفاش تقسمت الدول من بعد الاستعمار. هذا الاحساس بالاقصاء مهم بزاف باش نفهموا علاش الطوارق كيديروا انتفاضات وتمردات بزاف ديال المرات، واللي منها الاعلان ديال الدوله ديال الازواد اللي كانت في 2012. نهار 6 ابريل 2012 مجموعه ديال المتمردين اللي كيقودوهم الطوارق وكيتسموا بالحركه الوطنيه لتحرير ازواد خرجت بواحد الاعلان اللي صدم بزاف ديال الناس، وقالوا بان الازواد ولات واحد الدوله اللي مستقله وكتشمل 3 ديال الجهات في الشمال ديال مالي، كندوي على الجهه ديال كيدال، تيمبوكتو وغاو. ازواد هو الاسم المحلي ديال ارض الطوارق في الصحراء، وحسب الكلام ديالهم كانوا قالوا باننا انفصلنا على مالي. المتمردين استغلوا الفراغ اللي كان في الحكم من بعد الانقلاب العسكري اللي عرفته مالي في هذا الوقت، وبواحد السرعه كبيره غادي يشدوا بزاف ديال المدن في الشمال ديال مالي. في البدايه كانوا سيطروا على المدينه ديال كيدال، من بعد المدينه ديال غاو، ومن بعد تيمبوكتو. وهذا الشيء كامل وقع في ايام قليله في مارس من 2012. ومع التفرق ديال الجيش المالي هاد المتمردين غادي يلقاو راسهم كيسيطروا على واحد المساحه اللي قد المساحه ديال فرنسا تقريبا. الاعلان ديال الاستقلال كان مبني على بزاف ديال السنوات ديال الشكايات، حيث ان هاد المتمردين كانوا اتهموا الحكومه ديال مالي بالتهميش وحتى بمحاوله القضاء على الطوارق. خصوصا كانت وقعت واحد الفتره ديال الجفاف في السبعينات والثمانينات اللي كيقولوا بان مالي تخلات عليهم. لكن هذا الاستقلال ديال الازواد ما غاديش يطول بزاف، بحيث ان المجتمع الدولي كامل ما غاديش يعترف بهم، والاتحاد الافريقي غادي يرفض نهائيا الاعلان اللي خرجوا به، وقال بان ما عنده حتى شي قيمه، وعاود اكد بان الوحده ديال الاراضي ديال مالي خصها تبقى محفوظه. فرنسا اللي كانت هي القوه الاستعماريه القديمه حتى هي ما اعترفتش بهم، يعني كلشي كان كيشوفهم كواحد المنطقه خارجه على السيطره. وزيد على هذا الشيء غادي يبان بسرعه بان الحفاظ على المنطقه ديال الازواد كانت واحد الحاجه اللي صعيبه بالنسبه لهاد المتمردين. حتى المقاتلين اللي قلنا ديال الحركه الوطنيه لتحرير الازواد واللي كتسمى الام ان ال ا كانوا تحالفوا مع واحد الجماعه اسلاميه اللي سميتها انصار الدين، لكن من بعد غادي تخرج خلافات ما بيناتهم، حيت ان هاد الجماعه ما كانوش باغين الانفصال على مالي، بل كانوا باغيين يطبقوا الشريعه في مالي كامله. وفي واحد الشهور قليله هاد الجماعه اللي تحالفت معها الجبهه ديال التحرير ديال الازواد هما اللي غادي يسيطروا على بزاف ديال المدن في الشمال ديال مالي، وبهكا غادي يسالي الحكم ديال الام ان ال ا. في البدايه ديال 2013 الحكومه المؤقته اللي كانت في مالي في هذا الوقت وبمساعده ديال واحد التدخل عسكري ديال فرنسا غادي ترجع اغلبيه المناطق ديال الشمال. لكن السؤال دابا هو شنو الحاجه اللي خلات الطوارق في 2012 بالضبط انهم يديروا هذه الحركه وبواحد السرعه كبيره؟ الجواب على هذا السؤال كاين جزء منه خارج مالي، واللي هو ملي غادي يطيح النظام ديال القذافي في 2011 في ليبيا. القذافي كانت عنده واحد العلاقه خاصه مع الطوارق، حيت لسنين طويله كان كيشوف راسه هو الحامي ديال الرحال في الصحراء، وكان كيجند بزاف ديال الشباب من مالي النيجر في الجيش ديالو، كيعطيهم السلاح التدريب وحتى الخلصه. القذافي في البدايه ديال الثمانينيات غادي يدير واحد الفيلق سماه الفيلق الاسلامي، واحده عسكريه صحراويه اللي يفتح الباب للطوارق باش يدخلوا ليها، ومن بعد غادي يرسلهم باش يتحاربوا في تشاد في السودان وبلايص اخرين. بزاف ديال الطوارق غادي ينضموا لهذا الفيلق الاسلامي ديال القذافي بسبب شنو كانت كتعيشوا المنطقه في هذا الوقت. خصنا نعرفوا باللي كان الفقر، كان الجفاف، والشباب في هذا الوقت كان كيقلب على الخدمه في ليبيا باش يلقاو واحد المدخول. هاد المقاتلين اللي تعلموا الحرب في ليبيا غادي يرجعوا من بعد لمالي والنيجر وبداو كيقودوا بعض التمردات
هادشي كان في التسعينات. وبالنسبه لبزاف ديال الطوارق القذافي بغض النظر على النيه ديالو كان هو الوحيد اللي واقف معاهم بالسلاح وبالفلوس، ملي ما كان حتى شي واحد باغي يسمع ليهم. من بعد غادي تجي 2011 وغادي تبدا الحرب الاهليه في ليبيا والنظام القذافي غادي يطيح. الاف ديال الطوارق اللي كانوا خدامين في الجيش ديال القذافي وحتى كذلك في الجيش ديال الثوار اللي كان ضد القذافي غادي يلقاو راسهم بلا خدمه من بعد الحرب. وهنا عندك الالاف ديال الناس اللي مدربين بواحد الشكل كبير من الفوق عندهم سلاح وغادي يرجعوا للدول اللي جاوا منها، يعني مالي والنيجر. والبعض منهم حتى كان كيتعرض لبعض المعاملات العنصريه في ليبيا، حيت كيف ما قلنا كانوا محسوبين على القذافي. دخول ديال السلاح وهاد الرجال المدربين للشمال ديال المالي غادي يقلب الميزان ديال القوه في هذا الوقت، حيت في المرات اللي قبل من هذا العام الطوارق كانوا كيديروا بعض التمردات على مالي ولكن الامكانيات كانت عندهم ضعيفه. لكن هاد المره وفجاه عندك الناس جايين بالرشاشات بالصواريخ وحتى عربات عسكريه قديمه اللي جات من ليبيا، فالجيش المالي ما كانش واجد لهذا المستوى. زائد ان حتى الاراضي اللي كانوا كيعيشوا فيها الطوارق الدول اللي كانوا فيها بداو كيديروا تنقيب على المعادن خصوصا اليورانيوم وحتى البترول، واللي خلات بزاف من هاد الطوارق كيشوفوا بانهم ما كيستافدوا والو من هاد الشيء. الشمال ديال مالي وفين علنوا بانهم غادي يديروا الدوله ديال ازواد ما فيهمش غير الطوارق، بل كاينين حتى السونغاي اللي كيديروا صراعه حدا النهر ديال النيجر في مدن بحال كاو. كاين العرق كذلك ديال الفلاني اللي معروفين بانهم كيرعاو الماشيه، وكاين كذلك حتى العرب واللي بزاف منهم كاينين في تيمبوكتو وحتى على الطرق ديال التجاره اللي كاينه في الصحراء. فكل مجموعه من هاد الاعراق اللي قلنا عندها التاريخ ديالها والمصالح ديالها. الطوارق في هذا الوقت قالوا بانهم كيقلبوا على الحقوق ديال الناس ديال الصحراء كاملين، لكن في الواقع ماشي كل شيء كان متفق مع هذا الانفصال على مالي. كاين اللي بقاو محايدين، كاين اللي خافوا، كاين اللي كانوا ضد التمرد حيت كانوا خايفين انه الا زادت واحد الدوله جديده فغادي يسيطروا عليها غير فئه وحده او لا قبيله وحده. في الشمال ديال مالي وشحال هادي فاش كانوا كيداروا التمردات ديال الطوارق كان كيوقع توتر ما بين هاد الطوارق وما بين ناس اخرين اللي كيعيشوا في المنطقه. فمثلا في التسعينات غادي تشكل واحد الميليشيات ديال العرق ديال السونغاي اللي سموها غانداكوي، يعني ساده الارض، والهدف ديالها هي تحمي الناس اللي كاينين تما من الهجمات ديال الطوارق. يعني هنا الصراع ما بقاش غير سياسي ولكن ولا حتى عرقي، حيت بدات كتوقع هجمات انتقاميه ما بيناتهم. هادشي اللي غادي يخلي بزاف ديال الناس اللي ما كينتميوش للطوارق انهم يخافوا من الفكره ديال الازواد، يعني كانوا كيسولوا بانهم الا حكموا الطوارق هذه المنطقه واش حتى حنا غادي نكونوا مهمشين اولا غادي نطيحوا ضحيه تصفيه الحسابات. MNLA اللي قلنا هي الجبهه ديال تحرير الازواد حاولت تقرب حتى للعرب اللي كاينين في الشمال ديال مالي، وحتى في التسعينات كان واحد الفصيل العربي اللي مع الطوارق. لكن في 2012 بزاف ديال العرب والسونغاي كانوا مطردين اولا ضد انهم يمشيو مع الطوارق، يعني يكونوا واحد البلاد جديده. من جهه اخرى بالنسبه لمالي سواء الحكومه ولا الناس ديال الجنوب الفكره ديال الاستقلال هي واحد الخط احمر. مالي بحال بزاف ديال الدول الافريقيه كتشوف بان الحدود اللي ورثتها الاستعمار مقدسه، يعني الا تخلات على الازواد تقدر تفتح الباب لمشاكل اخرى وغادي تفكك البلاد. زائد بان الشمال هو واحد الجزء من التاريخ ديال مالي خصوصا المدينه ديال تيمبوكتو اللي عندها واحد التاريخ كبير. زائد ان حتى كاين ثروات محتمله في هذه المنطقه. بالنسبه للجيران ديال مالي تقريبا كاملين كانوا واقفين ضد الاستقلال. مثلا الدوله ديال الجزائر كان عندها واحد الدور كبير، حيت حتى في الجزائر كاينين طوارق في الجنوب ديال البلاد، وديما كانت كتخاف من اي حاجه غادي تزعزع الاستقرار في الصحراء، حيت ان الجزائر كانت ديما وسيط في المفاوضات ديال السلام ما بين الحكومه ديال مالي وما بين الطوارق، لكن ما عمرها دعمات التقسيم ديال مالي، حيت من وجهه النظر ديالهم دوله طوارقيه حداها تقدر تشجع نفس المطالب بالجنوب ديال الجزائر، ولا على الاقل غادي دير مشاكل في الحدود. النيجر حتى هي كانت معارضه بواحد الشكل كبير، حيت كيف ما قلنا تقريبا 10% ديال السكان ديال النيجر هما من الطوارق. زائد بان البلاد حتى هي دازت من تمردات. موريتانيا بوركينا فاسو حتى هما كانوا كيعارضوا هذا الشيء رغم ان النسبه ديال الطوارق عندهم قليله. من جهه اخرى المنظمه ديال الاكواس كانت وقفات مع مالي من الاول وهضرات حتى على واحد التدخل عسكري قبل ما فرنسا دير التدخل ديالها في 2013. الموقف الافريقي كان واضح، ما خاصش تفتح الباب قدام الانفصال، حيت الا تقبل واحد غادي يجر معاه بزاف والقاره غادي تولي كتعيش فوضى. وحتى الدول اللي كانت متعاطفه مع المشاكل ديال الطوارق ما شافوش في الاستقلال كحل. كاين كذلك حتى العامل ديال الامن. ففي 2012 الشمال ديال مالي كان عامر بجماعات مسلحه مهربين اسلاميين اللي متشدين، فالفكره ديال واحد الدوله جديده اللي غادي تكون ضعيفه في وسط هذه الفوضى كامله خوف بزاف ديال الدول. يعني ماشي كلشي باغي يشوف واحد الصومال جديده في وسط الصحراء. حاجه اخرى هي ان هذه MNLA اللي قلنا هي الجبهه ديال تحرير الازواد فاش علنت على الاستقلال الحليف ديالها في هذا الوقت واللي قلنا هما انصار الدين بداو كيطبقوا في الشريعه، بداو كيجيبوا في جهاديين اللي تابعين القاعده. هذا الشيء اللي زاد عطى واحد الصوره خطيره على المستقبل ديال الازواد. في 2015 غادي توقع واحد الاتفاق ديال السلام ما بين الحكومه ديال مالي والمتمردين. الهدف ديالهم هما يعطيو للشمال شويه ديال السلطه ويخليوهم يشاركوا اكثر في التسيير. هذا الاتفاق اللي معروف بالاسم ديال اتفاق الجزائر. طبعا مالي رفضت الفكره ديال واحد البلاد جديده نهائيا، لكن الاتفاق غادي يجيب معاه حوايج بحال مثلا مجلس جهوي منتخب في الشمال، فلوس اكثر للتنميه
الادماج ديال المقاتلين في الجيش المالي. على الورق هذا الاتفاق كان مزيان، بحيث ان الدوله قالت بانها غادي تخصص 30% من المداخيل لتطوير الشمال، وغادي تعطي مناصب مهمه للناس اللي جايين من تما. من بعد الاتفاق ديال السلام ديال الجزائر في 2015، الحرب في مالي ما حبساتش، بل غير توقفات اولا بدلات الشكل ديالها. في ماي في 2021 ملي مالي غادي دير جوج انقلابات، السلطه غادي تولي في الايدي ديال العسكر بالقياده ديال اسيمي غويطا. ومن بعد هذا الشيء مالي غادي تبدل الحلفاء ديالها، وفي 2023 مالي غادي تطلب رسميا باش ان الامم المتحده تسحب بعثه حفظ السلام ديالها اللي كاينه في البلاد اللي سميتها مينوسما. وفي ديسمبر 2023 القوات ديال الامم المتحده غادي تخرج من مالي. فملي تسدات القواعد ديال الامم المتحده في الشمال، رجعت المواجهه ما بين الجيش المالي والجماعات المسلحه في الشمال. وفي 2023 الجيش المالي غادي يقدر يرجع المدينه ديال كيدال اللي كانت معروفه بانها المقر الرئيسي ولسنين طويله ديال المتمردين. من بعد غادي يجي القطع النهائي في 25 يناير 2024. النظام ديال العسكر اللي كاين في مالي غادي يعلن النهايه ديال اتفاق الجزائر اللي كان في 2015، واتهم الجماعات المسلحه بانها ما وفاتش بالالتزامات ديالها، وحتى الجزائر دخلت في الاتهام حيت كانت هي الوسيط. هذا القرار كان مهم بزاف، حيت الجزائر ديما لعبات الدور ديال الحكم في المنطقه، وزيد على عندها حدود طويله وحساسه مع مالي. العلاقه ديال مالي والجزائر كانت زاد تدهورات اكثر في 2025 ملي الجزائر قالت بانها طيحت واحد الدرون قرب الحدود مع مالي. مالي قالت بانها الدرون ما كانش في الحدود، كانت داخل ديال الارض ديالها، وسحبات السفير ديالها من الجزائر. وحتى الحلفاء ديال مالي بوركينا فاسو والنيجر غادي يديروا نفس الشيء، ومن بعد غادي تخلق واحد الازمه ما بيناتهم. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى الا عجبك الفيديو راك تخلي لايك وتبارطاجي مع صحابك. كان معكم انس، نشوفكم في فيديو جاي.